السلام عليكم واهلا بيكم. معاكم دكتور احمد رئيس، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه والرياضيه. وفي فيديو النهارده انا هقول لك ازاي تتمرن كتف بطريقه فعاله جدا جدا وتبني اكبر كتله عضليه فيه. يلا بينا على الفيديو. اهلا بيك. دي سلسله الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن تمارين لعضلات معينه في جسمنا، هدفنا فيها هو الكتله العضليه او بناء اكبر كتله عضليه. انا ماليش علاقه بالاسترنس او القوه اللي انت تشيل اتقل وزن، لا دي طريقه تمرين، واللي احنا بنتكلم عنه طريقه تمرين تانية. احنا بنتكلم ازاي تبني كتله عضليه كبيره، الهايبر اتروفي، لكن ماليش علاقه بالاسترنسنج خالص. حتى هتلاقي التمارين اللي بتكلم عليها بتكلم على البناء العضلي، ماليش علاقه بتمرين القوه. وفي فيديو النهارده انا هتكلم على الكتف، ولان الكتف طبعا رؤوسه كتير، امامي وجانبي وخلفي، فانا هتكلم عن راسين اتنين بس، هو الامامي والجانبي. ولو انت عاجبك السلسله دي اكتب لي تحت في الكومنتات عايز نتكلم على انهي عضله، ولو عايز نتكلم فيديو منفصل عن الكتف الخلفي لانه حواراته كتير قوي قوي وتمارينه كتير، وبشوف ناس بتمرن غلط كتير قوي وبيأثر اصلا على الترابيز، ما بيأثرش خالص على الكتف الخلفي. فاكتب لي تحت في الكومنتات انت عايز تمرين الكتف الخلفي او عايز فيديو لتمرين الكتف الخلفي. وشوف بقى لو انت عايز اي فيديو تاني، عايز فيديو للظهر، عايز فيديو للصدر، عايز فيديو للرجلين، اكتب لي كل حاجه وانا ان شاء الله هعمل فيديو عنها. يلا نبدا الفيديو بتاع النهارده. هنتكلم عن وظيفه الكتف الامامي الاول والكتف الخلفي. الكتف الامامي بكل بساطه وهو الفليكشن ده، الحركه دي. اي تمرين هتلاقيه بيعمل الحركه دي تعرف ان هو بيأثر على طول على الكتف الامامي، او ممكن الحركه دي برضو لو حطيت ايدك على الكتف الامامي من قدام هتلاقيه بيشد معاك. فالحركه دي اسمها فليكشن برضو في الشولدر، ودي اسمها فليكشن في الشولدر. الكتف الجانبي وظيفته حاجه اسمها ابدكشن، اللي هو بعمل ايدي كده جنبي. لو حطيت ايدك على كتفك الجانبي هتلاقيه بيشد في الحركه دي. فاي حاجه بتخلي الكتف يعمل كده ده بيبقى تمرين للكتف الجانبي. نبدا بقى نخش على التمرين بتاعتنا، واول تمرين معانا وهو للمصيبه اللي بلاقي ناس كتير قوي بتتمرنه للكتف الجانبي، وهو الابرايت رو. حضرتك اللي هو بتعمل التمرين ده، بتجيب البار كده وتفضل تتمرن التمرين ده. طبعا انت لو جيت لاحظت هو بيحصل عمليه الابدكشن اللي احنا قلنا اللي هي كده، فطبيعي كتفك بيشتغل معاك الكتف الجانبي، وتمرين ليه تاثير. بس تعال نبص على ناحيه الامان. انا بديله في الامان 0/10. ليه يا دكتور بتديله 0/10؟ لان في حاجه اسمها شولدر امبنجمنت، دي اصابه او مشكله كده، اختناق في الكتف. مفصل الكتف بتاعك دوت بيعدي فيه حاجات كتير جدا جدا، ممكن البايسبس تندون، وبيعدي منه السوبراس باينيز والروتيتور كاف تندون، وبيعدي منه برضه في عندك بيرسا، وبيعدي منه حاجات كتير قوي. فالمسافه اللي ما بين عظمه العضد والمفصل بتاع الكتف ممكن تضيق، ممكن تصغر. فلو ضاقت هتضغط على كل الحاجات اللي جوه، فتحس كده بوجع في المنطقه دي، تحس ان كتفك مش احسن حاجه. طب هي امتى تضيق يا دكتور؟ لو انت عملت كتفك حاجه اسمها انترنال روتيشن، اللي هو لفيته لجوه كده. لو تلاحظ كتفي كده اهوت نيوترال، لا انا لفيته لجوه كده وعملت اليفيشن، يعني رفعته لفوق. وده بالظبط التكنيك اللي انت بتلعب بيه التمرين. انت بتعمل كده اهو، كتفك بتلاقيه دخل منك لجوه انترنال روتيشن وطلع لفوق اليفيشن. فانت هنا بتخلي عظمه العضد ليها بوز كده مدبب بتدخل جوه المفصل فبتضيقه اكتر. فلو انت كان عندك مثلا التهاب في المفصل اصلا من قبل كده، او كان عندك جيناتكس المنطقه دي ضيقه، في ناس كتير على فكره عندها جيناتكس المنطقه دي ضيقه، بتلاقي في وجع في المفصل. وحتى لو ما عندكش اي حاجه من الاسباب دي وفضلت تكرر التمرين ده كتير كتير كتير، فراس العضد بتفضل تضغط على كل الاستراكشر او المكونات اللي موجوده جنب المفصل، فبتضغط عليها مع الاستمرار. هيبدا يحصل لك حاجه اسمها شولدر امبنجمنت، وتيجي بقى تتعالج منها. وطبعا هسالك السؤال المشهور، انت بتتمرن ازاي؟ ايه تمرينك؟ وهتقول لي انك بتتمرن التمرين ده. وعلى فكره كتير جدا ناس بتتعالج من المشكله ديت، ونقول له طبعا صلح المسبب الرئيسي او صلح السبب الرئيسي، وقف التمرين دوت لانه مش امان، بيدخلك في شولدر امبنجمنت. فميكانكس التمرين دوت مش احسن حاجه. الاستهداف بتاعه او التاثير بتاعه هو يعني بيشغل كده كده العضله. طبيعي طالما في حركه يبقى في عضله بتشتغل، فهنديله في التاثير 6/10. بس الامان زي ما انا قلت لك الامان بتاعه 0/10، فطبعا ما تتمرنوش. انا بقول التاثير بتاعه 6/10 ان هو هيأثر، لان في ناس ممكن تكتب لي في الكومنتات انا بتمرن التمرين دوت وكتفي بقى قد كده. هو طبيعي هيعمل لك كتفك قد كده لان في تاثير، بس انا بتكلم الامان بالنسبه للاستمراريه. يعني انت لما تستمر عليه ايه اللي هيحصل لكتفك؟ فده كان اول تمرين معانا. ندخل في التمرين الثاني وهو البار الخلفي، او اللي هو البيهايند نيك شولدر بريس، اللي هو تحس البار ورا رقبتك كده وعمال تتمرن بالشكل ده. التمرين دوت مش احسن حاجه برضو. سمعنا كلام كتير عليه يا دكتور بيقولوا ان هو محظور ومش محظور ومش عارف ايه.
هو الكتف بتاعك لازم تبقى عارف ايه السيف سايد او ايه الامان بتاعه. الكتف بتاعك عشان يتحرك بطريقه امنه لازم يبقى في حاجه اسمها سكابولار بلين. يعني ايه سكابولار بلين او السكابشن؟ زي ما انت شايف في الصوره كده، هو مش قدام كده، يعني مش بتحرك كتفك في الحته اللي قدام دي خالص، ولا في الجنب قوي كده، لا هو ما بينهم كده، تقدر تقول 45 درجه ما بينهم، يعني في الوضع ده اللي هو انا لو هرفع حاجه هرفعها في الوضع ده كده، اللي هو في الوضع ده، مش كده ولا كده خالص، لا كده اهو. ده اسمه سكابلر بلين او سكابشن. ده الوضع المريح بالنسبه لكتفك عشان ما يضغطش على الكتف او يعمل لك مشاكل في مفصل الكتف. فالتمرين اللي انت بتعمله ورا الرقبه، انت شوف كتفي راجع لورا ازاي، كل ده ضاغط على مفصل الكتف، كل ده عامل استرتشز لليجامنت كتير قوي في الكتف وعامل لك ضغط على الكتف، فاحنا مش عايزين كل ده. فالافضل اللي انت تعمله كده، يبقى في الوضع ده. فالامان بالنسبه للتمرين دوت انا هديله 6 من 10 برضو. وبالنسبه للتاثير فهو تاثيره كويس، ما فيهوش مشكله، ممكن نخليه 8 من 10. ونخش على التمرين الثالث، وهو عكس التمرين اللي احنا لسه قايلينه ده بالظبط، اللي هو الشولدر بريس بالبار الامامي عادي خالص، اللي هو القدام. التمرين ده قوي جدا 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 في البناء العضلي، بس مشكلته في حته الامان ان هو مش ثابت. طبعا البار وزن حر، فطبيعي انت ممكن تتحرك بيه في اي اتجاه. زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات، انا ممكن اعمل البار فطيره، فمعنى ان هو بيروح معايا في كل الاتجاهات ده كده مش امان. الحاجه الامان اللي بتتحرك في اتجاه واحد بس، اللي مصممه ان هي تخليك تعمل اتجاه واحد بس في الحركه، ده كده بيبقى مور ستيبل او اكثر استقرارا. لكن طالما هو بيتحرك معايا في جميع الاتجاهات، يبقى ممكن عادي كتفي يدخل مني في اكسترنال روتيشن، ممكن كتفي يتلف مني، ممكن يحصل اصابات كتير منه. ده غير ان هو مش امان للكتف، لان الكتف اصلا مفصل عنده حريه في الحركه كبيره جدا، انت ممكن تحرك مفصل الكتف في جميع الاتجاهات. فمش افضل حاجه ان انت تجيب له تمرين بيتحرك في جميع الاتجاهات، لانه هيروح منك في جميع الاتجاهات، مش هتعرف ان انت تركز على حركه معينه. فبالنسبه للامان للتمرين دوت هنديله 7 من 10. اما التاثير فهو تاثيره قوي جدا، ممكن نديله 9 من 10. طبعا 9 من 10 مش احسن حاجه، ليه؟ لان انت ممكن تساعد برجلك، في ناس كتير بتتمرن ان هي بتزق برجليها، وطبعا في عضلات كتير داخله في الموضوع. الكتف طبعا داخل بصوره كبيره جدا، بس معاك طبعا الصدر ومعاك الكور كله ومعاك الرجلين، فمش بيبقى احسن حاجه في التاثير. كده اتبقى لنا تمرينين على الفيديو ده. التمرينين دول هقول لك تمرين منهم افضل تمرين انا بعتبره للكتف الامامي، والتمرين الاخير هو افضل تمرين للكتف الجانبي. وابقى انا كده نهيت لك الفيديو وعرفتك الخلاصه وازاي تبدا تمرين الكتف بتاعك باقوى تمرين هيأثر على الكتف وهيكبره. افضل تمرين للكتف الامامي وهو الكيبل فرونت ريزس، او اللي هو بالكابل بترفع كده لفوق وبتنزل. التمرين ده 100% التأثير بتاعه، انا مش هديله 10 من 10، لا هديله 100% على التأثير. هتحس ان هو بيشد الفايبرز بتاعت الانتيرو دلتا او عضله الكتف الامامي بصوره قويه جدا جدا، هيولعها حرفيا. فالتمرين ده لو انت مش بتبدا بيه تمرينك فانت خسران كتير. التأثير بتاعه 100%، والامان بتاعه كمان بديله 100%، لانه مش بيحركك في حركه مختلفه. يعني هو خلاص، هو الدايركشن بتاع الكابل هيبقى في الاتجاه دوت، وانت هترفع في الاتجاه ده، مالوش ضغط كتير على الكتف، او مش هيعمل لك ضغط ان هو يشغلك عضلات تانية، لا بالعكس، انت ايدك مفروده زي ما هي، بتطلع بالكيبل اللي فوق وبتنزل، فالكتف هو اللي عليه الضغط ومفيش عضلات مساعده. طبعا تثبت رجلك، ما ترفعش برجلك، مش محتاجين وزن تقيل فيه، عضله الكتف قد كده، فشيل على قد العضله ديت عشان تحس باكبر كتله عضليه. فانصحك طبعا تتمرن التمرين دوت وتبدا بيه تمرينك لو انت عايز تتارجت الالياف الاماميه من الكتف. اخر تمرين معانا ودوت افضل تمرين انا بعتبره للكتف الجانبي، ولازم ابدا بيه تمريني، لازم اشيل اقصى حاجه اقدر عليها فيه، وبحس فعلا بفرق لما بتمرنه، بحس الالياف الجانبيه بتولع، وهو اللاترال كيبل ريزس او الكيبل لاترال ريزس، هيها. التمرين ده زي ما انت شايف كده في الصوره، اللي هو بجيب الكابل وبتمرن، بعمل حركه الابدكشن زي ما انا قلت لك في اول الفيديو، هي دي وظيفه اصلا الالياف الجانبيه للكتف. فطبيعي بحس بفاير، بحس بان كتفي من الجنب بيولع. التمرين ده اكثر استقرارا واكثر امان من ان انا اتمرنه بالدمبل. وكمان التمرين ده طبعا بديله في الامان 10 من 10، وبديله في التأثير 10 من 10. التمرين ده لازم تبدأ بيه تمرينك، من اقوى التمارين وامان جدا، وبيأثر على الالياف بصورة واضحة جدا، ومعلوش اي حاجة. يعني ما اقدرش اقول لك هو مثلا حاطط الكتف في وضع مش احسن حاجة، لا هيأثر على ايه، لا هيأثر، لا هو الوضع امان والتمرين امان وكل حاجة فيه كويسة. بس طبعا حاول ان انت ما تزقش برجلك، لان بنشوف ناس بتبالغ وبتحط اوزان تقيلة جدا فيه
وتلاقيها بتزق برجليها وبتحرك كل جسمها وبتبين الناحيه التانيه عشان ترفع. كل ده مش مطلوب. زي ما قلت لك برضو ان الالياف بتاعه الكتف قد كده صغيره خالص، فاتمرن على قد ما الالياف دي تقدر تشيل من وزن، ملهاش علاقه خالص المبالغه. بس وده كان كل كلام فيديو النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه، وطبعا تكتب لي عايز الفيديو الجاي عن ايه. ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.